أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من الأمور المهمة التي جاء بها الإسلام أن يحافظ على عقيدة المسلم، خاصة عقيدته في الله سبحانه وتعالى، فيعلم المسلم أن النفع والضر بيد الله، وأن كل ما يحتاجه المسلم هو بيد الله سبحانه وتعالى. هناك صفات وأفعال لا تليق إلا بالله، ولا يجوز لأي إنسان كائنا من كان أن يدعيها. من هذه الأمور أيها الأحبة علم الغيب. علم الغيب هو من خصائص المولى سبحانه جل في علاه، ولا يجوز لكائن من كان أن يدعي علم الغيب، فمن زعم أنه يعلم الغيب فهو كافر خارج من الملة. هذا إجماع عند العلماء، ولذلك علم الغيب من خصائص المولى سبحانه وتعالى. فإذا جاء مدع يدعي أنه يعلم الغيب فما حكمه؟ عند جمهور العلماء إجماع عند العلماء أن من زعم أنه يعلم الغيب فهو كافر خارج من الملة. ولذلك كثير من السحرة والمشعوذين والدجالين والكهان يتعاملون مع الجن من أجل أن يتعلموا بعض الأمور الغيبية، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع حد. أولا بالنسبة للساحر، فالساحر حده ضربة بالسيف، الساحر كافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وبالتالي عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات، فلا يجوز الإنسان أن يتعلم السحر. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. أشوف الجمهور هنا أكثر من 200 ينتظرونك يبون يشوفون الصندوق إيش فيه. أكيد والله، إحنا قبل المباراة حطينا التوقع في صندوق، والحين جاء الوقت إنه نفتح الصندوق. في حد جاء جنب الصندوق أو لمسه؟ لا. الصندوق قدام الشباب كلهم، المفتاح مع الفنان عبد العزيز. أهلا أهلا، فرجينا المفتاح. المفتاح أهو، هذا مفتاح السيارة. ما فتحت ولا شيء أكيد. أكيد عليه حراسة أصلا. عليه حراسة. طيب يلا خلينا نفتح الصندوق سوا. يلا نفتح الصندوق. اوكي فيري جود. تعال هنا، خلينا. اوكي بوكش عادي طالع، مش أطالع عادي. شكله فيها فلوس بس هذه. اتأكد انها مقفلة. لا مقفلة. من امتى كنت مادي يا حسين؟ فيها فلوس. يلا افتح. هلا شو رايكم؟ شو راح يطلع معه؟ هات نشوف. يلا حسين. يلا يلا ابوك يلا. شو مكتوب؟ هات نشوف. معاي اقرا. طيب ايوه، نتيجة مباراة الأهلي والشباب في نهائي دوري زين تاريخ 14/4/2012 بتعادل الفريقين، وسيكون الهدف الأول لصالح فريق الشباب يسجله اللاعب ناصر الشمراني في دقيقة 18 من الشوط الأول. محمد. وسيكون الهدف الثاني لصالح فريق الأهلي ويسجله اللاعب تيسير جاسم في الدقيقة 74 من الشوط الثاني. لا 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 لا. ولذلك هذا يفتح باب فتنة على الناس، خاصة على السذج من الناس الذين ما عندهم علم شرعي. ولذلك بدأ يظهر عندنا في القنوات، في مواقع النت، بل قنوات بذاتها، قنوات ترعى السحر والسحرة وتروج له. ومع الأسف بدأ يظهر عندنا من هذا البلد، بلد التوحيد ومهبط الوحي، من يزعم أنه يعني قد دخل هذا المجال واستخدم خفة اليد أو الأمور السحرية الأخرى. لا يجوز لكائن من كان أن يلعب بعقائد الناس. ولذلك الذين يدخلون مثل هذه المجالات، الألعاب السحرية، خفة اليد، الحركات الغير ملاحظة، هذا يفتح باب فتنة ويلبس على الناس دينهم. ولذلك خرج عندنا
أحد الناس لا أحب أن أذكر اسمه، لكنه يدعي علم الغيب وأنه يعرف نتائج المباريات والقنوات تستضيفه والناس يصفقون له. هذا رجل مفتون، مفتون بكل أسف. وبالمناسبة الذي عنده علم شرعي يعرف مثل الأعمال التي يعملها. قد تكون خفة يد، وإن كانت خفة يد أنا لا أخرجه من الملة ولا أكفره. خفة اليد قد يدخل في الفسق، يدخل في الكبائر، لأنه يلبس على الناس. لكن إن زعم هذا الذي يعرف نتائج المباريات كما يزعم، إذا زعم أنه يعلم الغيب فقد خرج من الملة وهو كافر، يستتاب، فإن لم يتب فإنه يقام عليه الحد. ولذلك أيها الإخوة، على المسلم أن يعتز بدينه بعقيدته. الغيب من خصائص المولى سبحانه وتعالى. قد يأتي متفلسف يقول في غيب ماضي وغيب حاضر وغيب مستقبل. نقول ادعاء علم الغيب وهو مستقبل هو كفر. قد يكون الغيب حاضر وقد يتعامل مع الجن، وهذا معروف في الكتب، وذكره العلماء، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من العلماء، الإمام أحمد بن حنبل، ذكروا قصص في من يتعامل مع مثل هؤلاء السحرة وكيف أن الجن يخدمونهم. أعطيكم قصة يا إخواني. دخل أحد العلماء على أحد الخلفاء وعنده رجل كاد أن يفتنهم. ماذا يفعل؟ يقول اقبض مالا في يدك ثم أنا أخبرك به. فإذا قبض 10 دراهم قال في يدك 10 دراهم، قبض 50 درهم قال في يدك 50 درهم. فلما دخل العالم عالم قال طيب، فأخذ مجموعة من الدراهم دون أن يعدها، قال كم في يدي؟ قال 30. طلع المجموعة غلط. مرة ثانية طلع غلط، مرة ثالثة طلع غلط. فأمر الخليفة فقطع رأس الساحر. لما سئل العالم قال إن قرينه من الجن يسأل قريني عن العدد الذي في يدي، فإذا أخذت الدراهم والدنانير بدون أن أعدها أنا ما أعرفها وقريني ما يعرفها، إذن هو لن يعرفها ولا قرينه. فالقضية سهلة. فأتمنى ألا يقع الناس في هذا المحظور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أولئك الذين ذهبوا مع هذا الساحر والذي صوروه في قنوات واحتفلوا به، أما يخشون أن يخرجوا من الدين؟ من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب أنا ماني مصدق لكن بروح أسأل بس أشوف. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، هو ما يصدق لكن سأله، لا تقبل له صلاة 40 يوما. إذن إخواني أحبابي في الله، هذا دين ما هو لعب، هذه عقيدة. لذلك هذا إيمان أو كفر. فينبغي أن نحذر من مثل هؤلاء الذين يلبسون على الناس دينهم ويلعبون بعقائد الناس. أحد الصحابة هو جندب الغامدي رضي الله عنه وأرضاه، دخل على أحد الخلفاء فكان هذا الساحر يأتي برجل فيقطع رأسه ثم يعيد رأسه، فقام جندب فأخذ السيف فبتر رأس الساحر، قال أعد رأسك، فما استطاع. أيها الأحبة، علم الغيب من خصائص المولى سبحانه وتعالى. انتبهوا أن تصدقوا أن أحدا يعلم الغيب، إما خفة يد وإما استعانة بالجن والشياطين والسحرة. ما يعد هذا الأمر، فلا يلبسوا عليكم دينكم. نعم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يهدي ضال المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.